نقدرش نعطل على شي واحد يصافى عليا. راك عارفني تنضرب تماره. انا علاش تنضرب تماره؟ نضرب تماره على مهمتي وعلى على بزاف د الحوايج، انت راك عارف. وإلا ملي انا نخلي انا مرا تصرف عليا شنو الحياة عندي؟ رانا حنا راه من واحد العائله اللي هي صحراويه اللي ما تيرضاوش باي حاجه، ما تيرضاوش بها. صافي فاش كنا غادي نكريو الدار وداك الشيء، قال لي كنا جالسين، قال لي شوفي ودابا كيفاش غنديروا نتعاونوا حنايا في المصروف وداك الشيء. وبقى عليا قلت له ما عرفتش كيفاش، والصراحه حرت في ديك اللحظه ما عرفتش كيفاش. بقى عليا شوفي راه اما انت الكرا اما انا المصروف وانت الكرا، اما انا الكرا وانت المصروف. وشوفي المصروف راه على الاقل واحد 150 درهم في النهار. شوفوا الهضره كيفاش هضر معايا، قال لي المصروف راه على الاقل واحد 150 درهم في النهار. اقسم بالله الا هضر معايا بهذه الطريقه. جيت انا بقيت كنضرب لها الحساب، قلت 150 درهم في النهار راه ماشي سهله، يعني 90,000 ريال في الشهر. 90,000 ريال في الشهر حنا كنا كارين ب 1600 درهم، يعني انا بالنسبه لي 1600 درهم حسن. بينها لي هو بحال هكا، قلت انا ب 1500 درهم في الشهر حسن من 90,000 ريال. زعما خديتها منين خفافت، وقلت يعني انا وياه اصلا غنمشيو مثلا المرجان راه ما غنرضاش انا اللي كنخلص على راجل حدايا قدو قداش في مرجان كنخلص، ولا في السويقه كنخلص، ولا في الحانوت كنخلص، ولا في كل شيء. صافي بقيت كنفكر فيها، ومشات بحال هكا شي يومين وانا كنفكر فيها، قلت ليه صافي انا غنخلص الكرا، انا غادي نخلص الكرا. يعني هو بحال هكا بينها لي. الوغ منين مشينا وجلسنا في نفس الدار وتعاشرنا في نفس الدار، راه ما كايناش داك 150 درهم في النهار اللي قال لي، راه ما كايناش نهائيا. راه على الاقل يعني كيخسر واحد 30 درهم في النهار. ما كاين. المهم داك 50 درهم في النهار ما كايناش، داك 50 درهم في النهار ما كايناش نهائيا، ما كايناش نهائيا. من نهار شتي 5 شهور ديال الزواج، 2 المرات مشينا للمارشي تقدينا. 5 شهور الزواج، 5 شهور الزواج مره واحده مشينا للمرجان. اول مره هي شاركتها معاكم مره واحده. 5 شهور ديال الزواج يعني هو هادشي اللي تقدا فيه. 5 شهور الزواج مره واحده مشينا للمرجان. 5 شهور الزواج 2 المرات مشينا للمارشي تقدينا الديسير وداك الشيء. 5 شهور الزواج شرا 2 دجاجات. 5 شهور الزواج كون ما جاش العيد الكبير كون ما عمري شفت اللحم يمكن ولا نشوفه بالتقسيط، تقسيط لاقصى الدرجات. مهم انا كنقول لكم ما كاينش داكشي نهائيا ديال 150 درهم وداكشي. هو غير بغى يبين لي زعما خلصي لك راه احسن لك، زعما راه مصروف صعيب، ولا زعما راني غنتحمل المصروف راه صعيب. قال لي انا هذه داري، واخا انت اللي كتخلصي كراتها، ولكن هذه داري. حيت فعلا الا جينا نشوفوا انا المكلخه، تخيلي وحده تتخلص كراتها ولكن العقد في سميتو هو. انا واحد الانسان اللي تنمشي تنخدم على دراعي وتنجيبها بدراعي. هو من النوع اللي ديري وما خصكيش شي نهار تقولي راني درت، اللي ديري وما يكرهش حدا الناس تقولي هو دار. هو هكا داير، هو انت ديري ولكن هو راه ما يكرهش حدا الناس تقولي راه هو دار. ياك الحساب البنكي ديالك عمري قلت لك شنو عندك ولا شنو ما عندكش؟ ياك هادشي كامل انا ماشي شغلي فيه. نهار اللي لقينا الدار وكل شيء، نهار اللي غنتكاتبوا انت اللي غتخلصي، ولكن انا العقد في السميه ديالي، ولكن انت اللي غتخلصي. هذه بوحدها انانيه، هذه بوحدها شي حاجه خايبه. قلت ماشي مشكل. انا صراحه كنت غادا بواحد النيه في شكال، ديتها على اساس انا وياها 1+1 تساوي 1، ما تتساويش 2، تتساوي 1. يعني بحال داك يعني بحال داك الانسان اللي تيكمل واحد الانسان تتكمل واحد الانسان. ورغم ذلك انا راه ما تعطيني والو، يعني راه ماشي تعطيني ولا شي حاجه، انا راه عارفه اني ما عطاش. واللهم لك الحمد على كل حال، وهذا من فضل ربي. في العرس مثلا انا راه طاح عليا تقريبا بشي 3 المليون اللي طاح عليا العرس. وهو شنو دار في داك العرس كامل؟ اشنو دار الحلوه داك لاطاخت اللي شفتوها دارها بشي 1500 ولا 1700 درهم بحال هكا. يعني الحلوه كامله دارها بهذا الثمن هذا. الحلوه دارها بشي 1700 ولا 1500 درهم. وداك الحلوه باش غيديرها راه دابزنا عليها وتقاتلنا عليها باش يديرها هو. وقلت له حشومه عليك مثلا انا العرس كامل دايره انا، دايره على الاقل انت الحلوه.
فاش سالينا العرس ومشينا شهر العسل وبقيت كنقول لكم درت العرس درت العرس، بقى عليا علاش انت قلتي درت العرس؟ وقولي على الاقل انا راني درت ديك الحلوه. علاش زعما كتبيني راسك انت اللي درتي كلشي؟ راني درت الحلوه زعما، قولي راني درت الحلوه. يعني شي حوايج حلوه ب 1500 درهم صدعني عليها، انا راني خاسره 3 المليون. مشيتي جبتي ميكا انا تنجيب 3 الميكات، ولا مشيتي جبتي شي حاجه انا راه تنجيب اكثر منها وما تنهضرش على هذا الشيء. فاش قال له هو واش كتصرف عليه؟ قال له لا ما كيصرفش عليا. واش هي كتلبسني؟ واش انا غنرضى خاي؟ واش هي غتلبسني؟ انا ما كنلبسكش وانا ما تنصرفش عليك، ما كنوكلكش، ولكن دايره لك الحوايج اللي صعيب ديرهم انت، صعيب ديرهم. واش حنا الا ما فرشناش الصالون ايجي واحد النهار، ايجي واحد النهار، ايوا فوقاش هاد النهار؟ فوقاش انت غير التريات اللي قلت لك شريهم والزربيه اللي شريها مازال ما جا هاد النهار. يعني ابسط الحوايج مثلا شحال زربيه 1000 درهم راها واعره، تريه 1500 درهم راها واعره، ها هي شحال؟ يعني ابسط الامور ما قدرتيش ديرهم، بقى عاد انت الصالونات ديرهم بملايين، ما يمكنش. غيجي واحد النهار. انا علاش اصلا عجلت هذا الشيء؟ حيت بغيت نعيش معاك حياه سعيده، وبغيت نعيش ندير حياه اسريه وندير داك الدفء الاسري، ويكون عندنا صالون مغربي بحالنا بحال عباد الله، ويكون عندنا سيجور، ويكون عندنا منين يجيو الناس يجيو عائلتك يعجبهم الحال دار ولدهم زوينه، يجيو عائلتي يعجبهم الحال دار بنتهم زوينه. هادشي اللي كنت باغا ندير، ولكن هادشي كامل ما كنمنش. انا ما كنمنش، انا كنت بغيت غير شتي ماشي مشكل ندير، كل لقيت غير الخير، كل لقيت غير كلمه طيبه ماشي مشكل، راه ماشي مشكل. اقسم بالله ديما كنت كنقول ماشي مشكل، اصلا مادام درت راني باغا، كنت بغيت غير كلمه طيبه شي حاجه زوينه. راه اي واحد عنده المشاكل في دارو، يكذب عليك الواحد اللي ما عندوش المشاكل في دارو. ولكن بزاف على هذا الشيء، يعني انا نهضر معاك، انا نغوت عليك شي حاجه بحال دابا اللي ضراني، غتنوضي نتيا بحال دابا تبكي وديري الدور الضحيه، ما جاياش. فين باغي يدير شكايه مستعجله بيا انا ضربته، كون كان عارف راسو كاع ما ضربني وكاع ما اذاني ما غاديش يمشي يدير هذا الشيء، زعما غيسبقني، زعما راني غنسبقك. السيد كان كيضربني، كان كيأذيني، كان بزاف د الحوايج، كانوا شي ليلات كندوزهم خايبين بزاف. داك انا باش قلت لكم داك بيت النعاس غير يديه شفت فيه غير الويل الكحل. باش العنف في اي حاجه، اي حاجه تخيلتيها كاين العنف، العنف النفسي واللفظي والجسدي بيناتنا واحد الغوات اللي انا صافي ما فطرناش انا ويا داك النهار. المهم كيضرب داك الضربات اللي ما غيخليش لي مرا، وكيضربني حتى كنشوف النجوم. يعني انا لا، وانا تنقول لك انا راه ما عمري ما ضربتها وما نقدرش نضربها، وزيد بزاف د الحوايج. النجوم كنشوفهم بالطرش. راه بعض المرات تتكون هي تتكون في الدار تنقول لها والله يما كرهتك تكوني بحالنا دا حسي. وكيلوحني على الناموسيه، وملي كنعس انا ملي كنبغي كنقول له غير نعس، الله يعطيك السر غير نعس، حيت كنكون شي مرات صافي كيهدني في الليل، صافي كنعيا غير نعس، كيبغي بحال غيقلب بيا الناموسيه، زعما والله لا نعستي كينوض غيقلب بيا الناموسيه. اقسم بالله تخيلوا هذا المنظر، كنمشي للبيت نبغي نعس ما كيخليني، نمشي لهنا نبغي نعس ما كيخليني. المهم واحد الانسان في شكل، وكان كيجري عليا من البيت الا دابزنا، كيبغي يجري عليا من بيتي ويقول لي خرجي نعسي في الصالون، وكنقول له لا انا حامله على الاقل خليني نعس غير هنايا، كيقول لي سيري نعسي في الصالون. باش قلت لكم انا راني عييت من هذا الشيء هذا، ما كنهموش. المهم شوفوا الراجل اللي ما يعطيكش قيمه، الراجل اللي ما تهميهش، الراجل اللي ما تعزيش عليه، بزاف د الحوايج ما عندك ما ديري به، الراجل اللي يضحك عليك في ابسط الامور ما عندك ما ديري، يضحك عليك، يستهون بك ويستهون بعقليتك. داكشي اللي ديتي راه ديتي فيها حقي وحقك، ماشي غير حقك. راه انا مشاولي بزاف د الحوايج وبزاف د الاغراض من داك اللي منهم السبرديلات، ومنهم عطوره، ومنهم ستيكات، ومنهم معان، ومنهم بزاف د الحوايج، ومنهم بلا ما نقول لك من الماكله هي التاليه. شكون اللي تنشريها؟ واش انت اللي تشريها؟ ياك حتى هي ديتيها. شنو زعما خليتي ديك العطريه مليوحه؟ انت تتبيني غير العطريه، ما بينتيش حوايج واحد اخرين.
الناس تيهضروا تتقولوا تيهضر على الماكله ولا شحال، واش انا نهضر على الماكله؟ نهضر ولد الخير، ما تنهضرش انا على داكشي ديال هي بقات تتقول زعما شي هضره اللي ماشي هي هذيك. انا هادشي كامل ما بغيتش نهضر فيه. ملي كنت كنقول له مثلا شوف راه عييت غتخلص انت الكرا ولا شي حاجه، وهذا الشيء اللي قلتي لي واتفقنا عليه النهار الاول راه ماشي هو، كيقول لي واش من نيتك، وكيبدا يضحك لي داك الضحك ديال الطنز هكاك، كيبدا يضحك لي داك الضحكه ديال الطنز زعما واش حمقى، واش بعقلك، واش مهم كنحس براسي ماشي المهم، كنحس براسي في شكل ما عرفتش، كنحس بالاهانه، كنحس بزاف د الحوايج خايبين. قلت ليه العرس انا درتو على الاقل صفر، وهاد شهر العسل وهاد التخربيق هذا ديرو نتا. قال لي واخا، ما زادش معايا الهضره، قال لي واخا. صافي فاش قلت له ديرو نتا وداك الشيء، صافي اختارينا النهار اللي غادي نسافروا فيه. مثلا العرس كان السبت، سافرنا حنا اثنين. داك النهار الحد ارتحينا، اللي مشى للحمام، اللي هذا اللي قاد وداك الشيء، حنا سافرنا اثنين في الصباح، رحنا مسافرين فين غنمشيو، غادي نمشيو لطنجه كيف ما شفتوا معايا. مشينا لطنجه، حنا في الطريق يلاه مثلا في الصباح نضنا وغادي لاكار، يعني ماشيين شادين طريق لاكار. شنو قال لي راه في جيبي 20 درهم. ما قالها ليش نهار الحد ولا يقولها لي في الليل اثنين ولا لا، حتى كنا ماشي لاكار وهو يقول لي شوفي راه في جيبي 20 درهم، وكيضحك وكيبينها لي بواحد البساطه، وهي راه ماشي بساطه، كيبينها لي زعما بواحد زعما عادي ما فيها حتى شي حاجه. قال لي راه جيبي في جيبي 20 درهم. وقلت له كيفاش؟ قال لي شوفي انت غادي تخلصي كل شيء وقيدي في ورقه، واي حاجه جاتك غادي نخلصها لك، اي حاجه جمعي الحساب كامل، وفاش نجيو اي حاجه غادي نعطيها لك، يعني شحال ما صيرتي في داك الصفر غادي نعطيك فلوسك. يعني هاد الصفر هذا عليا، المهم السيد كيهضر متبات، هاد الصفر هذا عليا، كوني هانيه. صافي قلت ماشي مشكل، مشينا خلصنا تران بروميير كلاس، سيد غير ما زعما كنحس زعما كتحسي كيصرف، فهمتوا؟ مشي خرجنا ديك الخرجات كلهم انا اللي كنخلص، اي حاجه تقضيه، اي حاجه طاكسي، اي حاجه مثلا هو كان غيتلاقى مع شي صحابو تما عطيتو باش يمشي يتلاقاهم، يعني من اي حاجه هز غير هز. ولكن راني كنقيد في ورقه زعما عادي ومن حقي، راني كنقيد كل نهار، مثلا النهار الاول ها شحال تخسر وشحال تخسر وشحال تخسر. المهم في الاخر فاش جيت لقيت راه تجمع واحد المبلغ كبير ديال الفلوس. وهذا قال لي بقى كيتحكم عليا واخا 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 واخا. فاش جينا صافي بدينا في الاصلاحات ديال الدار، مثلا لاكليم غير لاكليم ديالي، قلت له شوف انا راني شريت لاكليم وشاريها ب 5000 درهم، على الاقل التركاب غتركبو انت على الاقل. قال لي واخا. شوف هو بعدا باش كيديك كيقول لك واخا وصافي. قال لي واخا. فاش ركب السيد وسالينا تركاب وكلشي، قال لي حجات في التالي 1500 درهم غير التركاب، حيت كان ناقصها الغاز، كان ناقصها النحاس، المهم كان ناقصها بزاف د الحوايج، داكشي علاش جات غاليه شي شويه، جات ب 1500 درهم التركاب. قال لي عطاني 1500 درهم، عطيت له داك 1500 درهم، يعني تزادت على المبلغ اللي كان في الصفر. مهم كنا كنزيدو شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه حتى ولا واحد المبلغ محترم، فهمتوا؟ ولا مبلغ داك المبلغ انا مازال كنتسالو لدابا، انا مازال كنتسال داك المبلغ لدابا ما تعطاليش. وكل مره كنجبدوا له ما كي صافي وانت صفرتيني واحد المره بقيت تصد عليا راسي. قلت له على الاقل قول لي لا، ماشي تقول لي واخا ودير فيها الرجوله ودير فيها الشهامه ودير فيها ما عرفت اشنو، وانت راك عارف راسك ما غتخلصش، وعارف راسك انا اللي غنخلص داكشي. حشومه والو. السيد كيبقى يديني كيتلاعب بيا بزاف د الحوايج، هادو غير شويه من بزاف د الحوايج اللي نسيتهم ولا تنسيتهم ولا المهم هادو غير اللي انا مازال كنعقل عليهم، وما كيحملنيش نجبد هاد القصه هادي، حيت فعلا خايبه لاي واحد كيدير لمرتو بحال هكا. دابا انا كنت داير انا وياها واحد البروغرام، كنا باغيين نصوبوا شي فلوغ زوين، واخا انا ما تنبانش، كنت هو نبان معاه في داك النهار. صوبوا شي حاجه زوينه اللي تبان اللي تطلع، واخا انا ما تنستافد من هادشي، ما تنستافد منه والو. نديرو بروغرام، نمشيو شي قهيوه ونصوبوا داكشي المهم داكشي يكون مسمق. دوك ملي هضرت معانا في هذا الموضوع قلت لي راني دايره مع عائلتي ونصوب مع عائلتي، قلت ما يمكنش.
فاش قلت له راه ميمه وداكشي غيديشيو ما تقالتش ليا وعلاش غيجيو خلينا انا وياك هاد النهار وداكشي وزعما مره اخرى لا، علاش غيجيو علاش غيجيو ياك غير انا وياك غنديرو غير انا وياك، واصلا انا ما غنديروش في الدار اصلا انا ما غنديروش في الدار اصلا، وحنا من الاول متفاهمين نديرو في الدار ومن الاول متفاهمين ما غنديروش شي حاجه حيت عارفين. قلت له داك الناس اللي كيكبروا داك الحفل جنس الجنين واصلا يعني اصلا ما عواش ندير حفل حيت حنا عارفين غير باش نعلمكم نتوما. لا ما يمكنش. قالت لي لا انا عائلتي خط حمر. قلت لها راه هادشي ما يمكنش. راه انا باش كنقول لكم هاد راجوش الميور انا شي هضرات ما كيتقبلوش ليا. قلت له كيف ما انا ما تنعير لكش امك، كيف ما انا كنحترم لك عائلتك احترمهم واخا ما عرف كيفاش يكونوا. هادشي اللي كاين. طيب سامحني قلت له احترم لي عائلتك ما كيبغاو يكونوا احترمهم حيت انا كنحترم لك عائلتك. هادشي اللي كاين. انا هذه المعادله اللي كنعرف انا. هو من داك النوع اللي نتيا ما تهضري تقد هكا في فمي ولا فلانه واصلا ماشي من عادتي وماشي من اخلاقي انني نهضر لا قد هكا لا شويه ولا بزاف، ماشي من اخلاقي. نتيا ما تقولي ولكن انا نقول يعني انا جاتني حق راه كيفاش انا هاد السيد كنحترم له عائلته ما عمري جبتهم بالشر بزاف د الحوايج وهو يتطاول لعائلتي لهاد الدرجه هذه حشومه. صافي تما ما صبرتش. واصلا هذه هي النقطه اللي في يدت الكاس. صافي منين ولا كيعايرني وولينا نهضر جوج بزاف د الحوايج. المواضيع ديالي الكبيره اللي مشهوره اللي كتعرفوها كل ساعه ملي كتجبد كيفرح بحال ما عرف شنو تجبد. قولي لي الحقيقه، قولي لي. يعني شوفوا انا ما بقيتش قادره على هذا الشيء هذا. واحد الانسان دوزت معاه الخايب، واحد الانسان دوزت المشاكل في الاول راه ما عمره غادي ينساهم. اقسم بالله هذه خديها من عندي، دوزت الخايب في الاول ما عمره غينساهم وما عمره غينسى لك داك القصه ديالك الخايبه اللي كتجرحك ديما واللي تفكرك ديما وبزاف د الحوايج. يعني انا قلت لكم فوق ما كيتجبد الموضوع ديالي ولو بنص كلمه كنجبدوه. قولي لي الحقيقه والله ما ندير قولي لي الحقيقه. المهم قلت لكم يعني انا هاد التصرفات ديال قولي لي الحقيقه ديري لي فعلي ما كيعجبونيش. كنقول له فلان راه اللي كتعرفوه هو اللي كاين. فلان لا والو. شوفوا صافي انا عييت. ما بقيتش قادره على هذا الشيء هذا. ما بقيتش قادره كل ساعه يتجبد الماضي، كل ساعه يتجبد، كل ساعه كنحس براسي ضعت، كنحس براسي شبابي كيضيع. شنو الفائده ديال هاد الصغر الا ما كنتش غنعيش حياتي مزيان؟ شنو الفائده ديال هاد الدار الا ما كناش غنعيشوا فيها مزيان؟ وهاد الفراش وهاد الشيء الا كان ديما النكد ديما كاين شي نهار زوين ما كاينش. دابا هو واقع على شي سلجانين شنو غلط كلشي كامل والمعيور وكل ساعه المعيور وكل ساعه. لا انا عائله خايبه وعائله مسويناش كاع. صافي هي هذيك كيجي بحال كيبغي يدير لي تاني بالضبط بحال انا اللي غالطه وواحد القرار خديته غلط واخا انا عارفه صحيح. شي قرار ديالي ديال الطلاق صحيح واخا كاين هاد الباب بيناتنا ولكن من الاحسن زوجين ولكن ديما المشاكل لا ما بغيش انا ولادي يعيشوا هكاك.